مساء الخير، عاملين ايه؟ بصوا النهارده عملت طريقة لحمة سهلة جدا محمرة بالصوص البني. بصوا بقى انا هعمل الصوص ازاي واللحمة هحمرها ازاي. انا هنا جبت كمية اللحمة كلها وكنت مسخنة الحلة قوي على النار. ونزلت فيها بكمية اللحمة كلها. هفضل اقلب في اللحمة كده، كل ما تتحمر على وش اقلبها على الوش التاني. هنا كنت بصور لكم مراحل من تحمير اللحمة عشان تشوفوا طريقتها عاملة ازاي بالظبط. آه، هنا بصوا كانت خلاص قربت داخلة خلاص على التحمير. ده لون اللحمة واللي انا عايزاه في التحمير، وتبقى انا عايزة الحلة تبقى من تحت باللون دوت. تمام. بصوا بقى هنا شكل اللحمة عامل ازاي وشكل الحلة من تحت عامل ازاي. انا عايزة الحلة كده عشان تديني لون الصوص البني اللي انا عايزاه. كنت غالية مية في الكتل. هنزل بقى بالمية على اللحمة كده، وهشيل الريم اللي عليها من فوق في طبق عشان الريم ده ما يغيرش لون ولا طعم اللحمة. تمام. هلمه كده في طبق. بصوا ده لون الصوص اللي انا عايزاه، لان الصوص ده طبعا لما بيتاخد يتحط على الرز بيبقى حلو جدا، بيبقى طعمه جميل قوي. حطيت اللحمة ووطيت عليها خالص عشان تستوى، وبعد ما استوت حطيت لها الملح بتاعها والفلفل. جبت بقى حلة حطيت فيها حبة زيت صغيرين وكوباية رز بسمتي. هنزل عليها بمعلقة صغيرة من بهارات الرز اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده. هحطلكوا اللينك في صندوق الوصف. هقلب فيه كويس لحد ما البهارات كلها تتخلط تتقلب كويس مع الرز. وهنزل عليها بكوبايتين مية، يبقى هنا كوباية الرز البسمتي بتاخد كوبايتين مية، لو كوبايتين 4 كوبايات مية. وهنزل عليها بالملح بتاعها. وهسيبها بقى، هسيب الرز يتشرب مع بعضه. وهغطي عليه على كده. هنا كان الرز واللحمة بتوعي استووا. بصوا الصوص بتاع اللحمة عامل ازاي. الصوص ده بقى يتحط على الرز بيدي طعم حلو قوي. وبصوا اللحمة طالعة دايبة. يا رب تكون طريقتي عجبتكم. ولو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة.